في ناس كده تقابلهم في سكتك طول الله، دول ملايكة ماشيين على الأرض، رمز للتسامح، للأخلاق، للمبادئ. لكن الكارثة بقى لما تكتشف إن كل ده قناع لوش تاني، وش مرعب، وحش مستخبي تحت عباية الوقار. أهلا بيكم. في محافظة القاهرة وفي حي من الأحياء الراقية كانت عايشة أسرة ميسورة الحال. الراجل الكبير فيهم اسمه الحاج عاطف، عنده 57 سنة، أرمل، مراته وأولاده ماتت من سنين، وسابله 3 ولاد. أكبرهم ولد اسمه كريم، والبنت اللي في النص اسمها مي، وأصغر واحدة فيهم اسمها رنا. بعد ما مراته ماتت الحاج عاطف انشغل بولاده، حط كل حياته ليهم، كان مهتم بيهم قوي، بتفاصيلهم الصغيرة قبل الكبيرة. وكان تاجر أخشاب كبير معروف في السوق، ووضعه المادي ممتاز، موفر لهم كل حاجة، بني لهم عمارة مخصص لكل واحد شقة فيها علشان يفضلوا حواليه، مش عايزهم يبعدوا عنه، لا بشقة ولا بجواز ولا حتى برحلة. وجوزهم ال3 وهم لسه صغيرين، لأنه كان نفسه يشوف عزوة حواليه، البيت يتملي أحفاد ويفضل دايما عايش وسطهم. وبالفعل اللي تمناه ربنا اداهوله. كريم ابنه الكبير اتخرج من كلية تجارة، وبدأ يشتغل مع أبوه في تجارة الأخشاب، وبعد كذا سنة اتجوز بنت جميلة اسمها هند. هند دي بقى كانت هادية مهدبة من عيلة بسيطة، وأهلها ناس على قد حالهم، بس كريم كان بيحبها من أيام الجامعة، وخلف منها ولد وبنت، وكانوا عايشين حياة شكلها من بره مستقرة وسعيدة. وكمان مي ورنا كانوا متجوزين ومبسوطين، وكل واحدة خلفت طفلين. يعني الحاج عاطف كان أكتر واحد سعيد في الدنيا كلها. أما كريم فكان ابن بر بأبوه، دايما في ظهره، دايما معاه، مركز في الشغل، محبوب من الكل، وحب مراته كان باين. وهند كمان كانت واقفة جنبه بتسنده، وكانت دايما بتقوله: يا كريم، شوف الصغير قبل الكبير في شغل أبوك، كل ده هيبقى بتاعك في يوم من الأيام. بس اللي كانت بتقوله هند ما كانش عاجب مي ورنا. كانوا شايفين إن هند بتحاول تحط إيدها على كل حاجة، رغم إن أبوهم كان بيصرف عليهم ببذخ، دخل أولادهم مدارس انترناشونال، وحتى كريم كان بيديله فلوس كتير وعربيات وكل حاجة. لكن رنا أصغرهم كانت بتغير من هند بشكل واضح، دايما مشاكل، انتقاد، كلام جارح. والسبب إن أبوهم كان بيفضل كريم وبيستشيره في كل حاجة، وكان مهتم بولاده أكتر من باقي الأحفاد. ورغم كل ده هند ما كانتش بتحب حماها، كانت جافة معاه، ما بتحبش تدخله في حياتها، وحاولت كذا مرة تبعده عن كريم. بس الحاج عاطف كان بيعدي، بيسامح علشان خاطر ابنه وأحفاده. عدت الأيام والروتين شغال، لحد ما في يوم هند قالت لكريم: أنا عايزة شاليه في الساحل بعيد عن شاليه باباك. كريم حاول يقنعها إنه ملوش لازمة، بس هند أصرت وقالت له: عايزين حاجة لينا نكون أحرار فيها، نروح من غير ما نستأذن من حد. كريم بيحبها، وعلشان كده راح طلب من أبوه فلوس، وطبعا الحاج ما تأخرش، اداله اللي طلبه، وكريم اشترى الشاليه وكتبه باسمه. دي كانت أول حاجة باسم كريم هو وهند، لأن كل حاجة تانية كانت باسم الحاج، حتى الشقة اللي عايشين فيها. ولما بدأوا يفرشوا الشاليه كانوا بيروحوا الساحل كل أسبوع، يجهزوا، يشتروا، ينسقوا. وفي يوم وهم راجعين كريم كان تعبان مرهق، ما نامش كويس، اتعرضوا لحادثة. كريم اتنقل المستشفى، وبعد كام ساعة مات. خبر موت كريم كان صدمة للكبير
قبل الصغير. أما هند فاتنقلت هي كمان المستشفى. كانت حالتها صعبة، بس ربنا كتب لها النجاة. مرت الأيام وهند خرجت من المستشفى ورجعت بيتها هي وولادها. بس البيت كان حزين، والحاج عاطف كان بيموت بالبطيء كل يوم. بس حاول يعوض وجعه، رمى نفسه في حضن أحفاده، ما بقاش يسيبهم لحظة. بيقعد معاهم، ياكل معاهم، يذاكر لهم، حتى لما ينام في أوضتهم. كل طلباتهم بقت أولويته. عدى على الحال ده أكتر من 3 سنين، والبيت رجع يتنفس تاني. رمضان دخل سنة 2015 وكان خيره كتير. ربنا فتحها على الحاج عاطف وقال رمضان السنة دي مش هيفطر فيه حد غير في بيتي حواليا. جاب طباخ مخصوص للفطار وقال لبناته وأرملة ابنه ولا حد يتعب نفسه، أنا جبت لكم اللي يطبخ، تعالوا بس واتجمعوا حواليا. وبالفعل كل يوم كانوا كلهم بيتجمعوا على سفرة واحدة، يفطروا، يضحكوا، يتكلموا. والحاج عاطف كان شايف إنه عايش أحلى أيام عمره. وفي يوم 27 رمضان قرر يعمل عزومة كبيرة للعمال اللي عنده. كانت ليلة جميلة، الكل كان بيدعيله بالصحة وبالرحمة لابنه كريم. ولما خلصوا وبعد صلاة الفجر الحاج عاطف نزل من بيته وراح يصلي في الجامع القريب. وهو راجع اختار شارع جانبي علشان يوصل أسرع، شارع ضلمة وفاضي. وفجأة طلع له شخص لابس كله اسود، وشه عشباين وماسك سكينة. وفجأة غرز السكينة في صدر الحاج عاطف، وقع في لحظتها، ما قالش حتى كلمة. الراجل اللي قتله جري، ركب موتوسيكل واختفى في لحظة. وبعدها بدقايق واحد من الناس شافه واقع، جري عليه لقاه ميت والدم مغرق الأرض. صرخ بأعلى صوته، والناس اللي طالعين من الصلاة تجمعوا واتصلوا بالشرطة والإسعاف فوراً. الخبر وصل لعيلة الحاج، الكل نزل جري، حالة من الهلع، الصدمة، البكاء، محدش قادر يصدق. الشرطة وصلت، طوقت المكان، بدأت المعاينة، ونقلوا الجثة للمشرحة، وبدأ شغل المباحث. المباحث بدأت تجمع الأدلة. ضابط المباحث كلف فريق البحث، فرغوا كاميرات، جيبولي كل علاقاته، شغله، خلافاته، كل حاجة. الناس كلها من أهله لجيرانه قالوا نفس الكلام، الراجل ده طيب محبوب، ما كانش ليه عداوة مع حد. العمال، الصنايعية، التجار، الكل بيقول عليه راجل بركة. وبعد تفريغ الكاميرات القاتل ظهر، بس ما تعرفش، كان لابس كاب وشه متغطي وراكب موتوسيكل من غير نمرة. المفاجأة إن القاتل كان مستخبي في الشارع نفسه، وطلع فجأة من مدخل عمارة، وبعد الجريمة ركب الموتوسيكل وهرب. يعني كان مترصده. المباحث قالت إحنا لازم نعرف مين ممكن يكون وراه، لو مش عدو ظاهر يبقى السر في حياته الشخصية. وهنا التحقيق بدأ يتاخد في اتجاه تاني خالص. نغمة ترقب، صوت خطوات تحقيقات. المباحث ما وقفتش عند الكاميرات، بدأوا يحققوا تاني من أول وجديد، يسألوا العيلة، يسألوا الجيران، يسألوا حتى الناس اللي كانت بتشتغل مع الحاج عاطف في الشغل. والصراحة الكل قال نفس الكلام، راجل خيره على الكل، ما يعرفش الشر، ده كان بيصرف على عائلات بحالها. لكن في وسط الكلام اللي بيتقال، رنا أصغر ولاده قالت جملة كده جت في النص. قالت بصراحة يعني هند مرات أخويا كانت بتكره بابا من غير سبب، مع إنه كان بيحبها وبيهتم بيها وبأولادها أكتر من أي حد. الجملة دي وقف عندها المباحث، ليه تكرهه؟ طب ما هو مهتم بيها
وبيساعدها. إيه اللي كان بينهم؟ إيه اللي ما نعرفوش؟ الضابط بدأ يركز ورجع سأل واحد من العمال في المكتب بتاع الحاج عاطف وقال له: الحاج كان بعتني مرة أجيب له شوية حاجات أكل وعصير، حاجات كلها مستوردة ماركات براندات غالية، وقال لي أوصلها لعنوان معين، وسلمتها لحارس العمارة اللي هناك، بس معرفش غير كده. الضابط خد العنوان وبدأ التحري. المفاجأة إن الشقة دي طلع إنها باسم الحاج عاطف، والمفاجأة الأكبر لما سألوا حارس العمارة قال الحاج كان بيجي مع مراته، ست منتقبة ما كانتش بتتكلم، بس عينيها كانت ملونة، وكانت بتدخل معاه الشقة 2-3 في الأسبوع. مين الست دي؟ مراته؟ طب ما هو أرمل. طب مين؟ هل في حد في حياته إحنا ما نعرفوش؟ التحقيق بدأ ياخد اتجاه جديد تماماً، وبدأت المباحث تراقب العيلة، وخصوصاً هند. بعد فترة جت معلومة خطيرة جداً. هند عملت تحويل بنكي كبير لشخص اسمه ماهر الشامي. مين ماهر ده؟ بالتحري عنه طلع مسجل خطر، عنده سوابق واتحبس قبل كده في قضايا بلطجة. الشك زاد وتم استدعاء الاتنين للتحقيق. ماهر لما دخل أنكر، قال أنا معرفش هند، أول مرة أسمع الاسم. بس الضابط قام جايب له إيصال التحويل البنكي وقال له طب فسر لي دي. ماهر بدأ يتلخبط، كلامه مش مترتب، وشه اتغير وبان عليه التوتر. وبعد كده استدعوا هند، ولما دخلت الضابط قال لها علاقتك ايه بماهر الشامي؟ صوت النفس بيزيد. هند وشها اتبدل، واضح انهم اتفاجئوا انهم عارفين. فضلوا يضغطوا عليها، تتهرب مرة، تسكت مرة، تبكي مرة، وفي الآخر انهارت. أيوة، اعترفت وقالت الكلام اللي صدم الكل. هند قالت إنها من يوم ما دخلت بيت عيلة كريم كانت شايفة معاملة الحاج عاطف ليها فيها حاجة غلط. نظراته ليها مش طبيعية، كلامه، طريقته، اهتمامه بيها كانت بتحاول تتجنبه، تصده، بس كانت عايشة في نفس البيت، ما عرفتش تهرب منه. وحاول يتحرش بيها كذا مرة، بس ما كانتش قادرة تقول لجوزها. مين هيصدقها؟ ده أبو جوزها، كبير العيلة، واللي كل بيحلف بأخلاقه. وفضل الضغط، تعمل مشاكل بين كريم وأبوه، بس ما بتنجحش. الحاج كان بيفهم وبيبوظ خطتها. وبعد موت جوزها انقلب، اتحول، الوش اللي كان لابسه وقع، وبان الوحش اللي جواه. بدأ يروح شقتها بحجة الأحفاد، يقعد ويتدخل في كل حاجة، ويوم ورا التاني اتجرأ أكتر. ولما حاولت تصده هددها، قال لها بالحرف أنا الوصي على أولادك، هخرجهم من المدرسة وهخليكي ما تلاقيش تاكلي، ولو فتحتي بقك هلبسك قضية شرف وأدمرك. خافت، ما كانتش قادرة تقاوم، خصوصاً إنه كان فعلاً ليه نفوذ ومعارف، والناس كلها بتصدقه. وفي الآخر رضخت وخضعت ليه، واشترى لها شقة بعيدة عن العيلة، وخلاها تلبس نقاب علشان يقابلها هناك ويعمل معاها العلاقة اللي هو عايزها. وكان بيعمل كده بانتظام، بتحس إنها بتموت ببطء بس مش قادرة تهرب. لحد ما في يوم افتكرت صاحبتها القديمة وتواصلت معاها وطلبت منها رقم أخوها اللي كان معروف إنه بتاع مشاكل، وقالت له أنا عايزاك تخلصني من كابوس اسمه عاطف. واتفقوا وراقبوا خط سير الحج. وفي ليلة 27 رمضان ماهر نفذ، قتل الحج عاطف، وبعدها هند حولت له المبلغ اللي اتفقوا عليه
كل الكلام ده اتقال في التحقيق، وهند اعترفت بيه كامل. أما ماهر فبعد الضغط اعترف هو كمان. بعد ما خلصت التحقيقات وكل حاجة بقت واضحة قدام النيابة، اتحول المتهمين الاتنين هند يوسف وماهر الشامي لمحكمة جنايات شرق القاهرة. القضية خدت شهور، وكل يوم بيعدي الكل مستني الحكم. الشارع كله كان في صدمة، الناس مش مصدقة إن الحاج عاطف، الراجل اللي كانوا شايفينه قدوة، يطلع وراه المصايب دي كلها. وفي سنة 2017 صدر الحكم. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم الأول ماهر الشامي بالإعدام شنقاً، وعلى المتهمة الثانية هند يوسف عبد القادر بالسجن المشدد 15 سنة. وسبحان الله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ربنا ما نهناش عن شيء إلا وكان في نجاتنا في الدنيا قبل الآخرة. المصيبة مش بس في إن حد يغلط، المصيبة الحقيقية لما الغلط يفضل ساكتين عليه لحد ما يتحول لوحش بيقتل، بيدمر، بيكسر كل اللي حواليه. الحاج عاطف اللي الناس كانت شايفاه ملاك طلع لابس وش مزيف، ولما الوش وقع كل حاجة انهارت. هند كانت ضحية ولا مشاركة؟ ده سؤال صعب، بس القانون شاف إنها شاركت وإنها اختارت الطريق الغلط حتى لو كانت مضغوطة ومهددة. وماهر باع روحه علشان شوية فلوس، وفي الآخر كلهم خسروا الدنيا والآخرة. وأنا هنا مش علشان أقولك مين الغلطان بس، أنا هنا علشان أقولك إن الوشوش الكتير بتقع في الآخر، ومفيش حد يقدر يستخبى من الحقيقة. لو عجبتك الحكاية اشترك في القناة وفعل الجرس، واستناني في الحلقة الجاية بحكاية جديدة، جريمة جديدة بس وراها أسرار أكبر من الدم. وتصبحوا على خير.